بص يا صاحبي، هسألك سؤال صريح. عمرك صحيت من النوم حسيت ان انت مش عايز تعمل اي حاجة، ولا شغل ولا خروجات ولا حتى الناس طايق تكلمهم؟ الحالة دي ما اسمهاش كسل، ده ممكن يكون اكتئاب. والحقيقة المرة ان الاكتئاب مش بس بيخلي يومك يضيع، لا، ده ممكن يخلي حياتك كلها تقف مكانها. عارف الإحساس إنك تبقى واقف في أوضة ضلمة وكل الناس حواليك شايفة نور إلا أنت؟ الغريب بقى إن العلم بيقولك كمان إن فعلا الاكتئاب بيغير كمية المخ. يعني هي مش مجرد شد حيلك هتعدي، لا، ده دماغك نفسها كمان بتلعب ضدك. طب الضحك هنا فين بقى؟ الضحك هنا بقى إنك لو دماغك سابتك تتفرج الساعة 3 الفجر عن فيديو ليه البط بيعوم، لو ده حصل فانت لازم تقف وتراجع نفسك. طب ايه الحل؟ اول خطوة اعترف لنفسك ان فعلا في مشكلة. تاني خطوة اطلب مساعدة، سواء من صديق او دكتور او حتى عادة انت بتحب تعملها هترجعك تدريجيا للحياة. لان الاكتئاب مش عيب، العيب انك تسيبه ياخد عمرك كله. فصعب، انت ممكن تكون دلوقتي في أوضة ضلمة بس صدقني النور لسه موجود وانت تقدر توصل له.